السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايب قلبي طلبة سكندري 2 مع تقييم الأسبوع ال 12، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومع أول سؤال حبايبي بيقول لي Natural radioactivity is a spontaneous process that aims to A. الناتشرال radioactivity الإليمنت بيطلع راديشن لوحده، طبعا ده حبايبي عشان to reach stable state، فده بيقول كده increase the total energy of nucleus. لا ده عايز اقللها، بالعكس convert stable element and radioactive element. لا convert to the element into another more stable one. بتحول واحد more stable يعني with lower energy. more stable with lower energy. When an alpha particle and then a neutron are emitted from the nucleus of uranium-238. بيقول لي كده احنا بصينا على اليورانيوم 238. ماشي يا باشا، يورانيوم 238 92 طبعا. قال لي ده emitted هيتحول لاكس، و emitted قال لي اول حاجه الفا، ادي الالفا او and then نيوترون. النيوترون حبايبي اللي هو 1 0. الاكس هيبقى ايه؟ طبعا حبايبي هنا 90 وهنا تبقى دي 5 يبقى 233 صح ولا لا؟ عشان يبقى هنا حبايبي هنعمل اليمين الشمال ماينس اليمين، او يبقى حضرتك عارف ان مجموع اليمين بيساوي مجموع الشمال، فهنا 1 و4 و33 يبقى 38. الاتوميك نمبر 91 غلط. النيوترونز 230. لا النيوترونز حبايبي النيوكليون سوري اللي هو 233 الرقم اللي فوق ده، فدي غلط. الاتوميك نمبر 89 غلط. النمبر اوف بروتون 87 مولود بروتون الاتوميك نمبر ولا اجابه. طب بص حبايبي صلحوا اول اجابه خلوها 0 90 كده ماشي. اول سؤال يا جماعه فيه غلطه، في غلطه مطبعيه. طيب السؤال اللي بعديه the conversion of proton into neutron. حول البروتون يعني ايه بروتون 1 1 into neutron 1 0. قال within the nucleus of a radioactive element the results in emission of A. ده هيطلع ايه؟ ما بص حبيبي هنا 1 يبقى لازم هنا حاجه فيها positive 1 هنا. حلو الكلام. 1 minus 1 ب 0، 1 minus 0 ب 1، يبقى ده مين حبيبي؟ ده البوزيترون. يبقى لتر سي اهو 1 minus 0 ب 1، 1 minus 1 ب 0، وطبعا بوزيتيف 1 ده البوزيترون. Which of the following is a result of emission of gamma rays؟ مين في دول بيعبر عن emission of gamma rays؟ الجاما ريز حبايبي دي just a photon ولا تشينج، لا ماس ولا تشارج، فديكريز وانكريز غلط. دي stabilization stabilization of the nucleus without changing its components مظبوط، ان هي بتعمل stabilization بس، ان انت بتخلص من الاكسس انرجي فتبقى more stable. طيب a radioactive element has half life time 2.6 hours. ده الهاف لايف تايم T half. حلو الكلام. Which of the following represents the remaining mass of 10 grams of this element after 5.2 hours؟ حلو الكلام. ده التي توتال. عندنا قانون يا حبايبي التي هاف بتساوي التي توتال على النمبر اوف ايه اوف بيريدز. طبعا انا قلت لك علمتك لما تلاقي تايمين اعمل الكبير من الصغير على طول. طبعا ده اللي هيحصل هنا. هو الهاف لايف تايم سنس الهاف لايف تايم عندنا 2.6 والتوتال تايم 5.2 وهنا البيريدز. اذا حبايبي دي هتساوي كام؟ هتساوي 2. ليه؟ هنعمل ده ديفايدد ده 5.2 ديفايدد 2.6 يطلع 2. هو بيقول ايه بقى؟ هو كان يحسب الريميند من العشرة، يعني هو بدأ 10 هيتحول على كم مرة؟ قال لي على مرتين. ما هو اللي مرتين ادي مرة ودي مرة، هيبقى 5 وبعدين يبقى 2 ونص، يبقى الإجابة لتر بي. A sample of a radioactive element decays by 75. اتفقت معاكم حبايبي لما اديك برسنت تشتغل تبتدي ب 100%. هو بيقول لي 100%. هو decays by يعني 75 خلصت ولا ريميند؟ لا قال 75 خلصت. من ال 75 خلصت يبقى اتفضل كام؟ 25 وقلناها في الحصه.
إذا ده هتحول مرة ل50 ومرة ل25، كل مرة divided 2 أو by half. طيب يبقى ده مرحلتين، ادي مرة ودي مرة. قال لي within 20 minutes، يعني ده يعتبر التوتال تايم 20 minutes. حلو الكلام. يبقى التي هاف بتاعتي هتساوي التوتال تايم على 2 هيبقى 10. 10 ايه ده عشان بالمينت تبقى 10 minutes. يبقى الانسر لتر بي. بقول the operation of smoke detector relies on ايه يا جماعه؟ حضرتك السموك ديتكتور ده بيعتمد على الالفا لما بتعمل ايونيزيشن للهواء، فلما السموك يجي يعمل حجب سكرين للريز بتاعت الالفا، فبالتالي يحصل بقى ايه الالارم. فيقول لي كده الابيلتي اوف جاما ريز مالهاش دعوه بالجاما ريز خالص، عايزين الفا. ابيلتي اوف الفا بارت ايونيز الاير، صح، الاجابه لتر بي. بيقول لي كده in the following nuclear reaction which particle is represented by symbol x. مين الاكس ده؟ تعال نشوف الاول. ده 32 بقى 32 بقينا 0. 15 minus 16 نيجاتيف 1. ايه ده؟ ده النيجاترون او النيجاتيف بيتا. مش حبايبي؟ اهو نيجاتيف 1 و 16 15 وهنا 0 4، يبقى ده النيجاترون او نيجاتيف بيتا. From the following nuclear reaction X, Y كذا كذا كذا، عايزين الواي ده. Which of the following options represents X وال Y؟ هنقعد نجرب. تعال نجرب أول واحدة. بيقول لي لو دي 18 10 نجربها الأول. هل دي تبقى بوزيترون؟ مرة 18 10 ومرة 18 9 و19 10. نجرب أول واحدة. طيب تعال نتأكد من حاجة. طبعا البوزيترون ده حبايبي اللي هو 0 بوزيتيف 1، نيجاترون اللي هو 0 نيجاتيف 1. الجو ملهاش أي حاجة، الألفا اللي هي النيوكليوس اوف هيليوم 4 2. طيب لو أول واحدة نفعت لازم تبقى دي 0 بوزيتيف 1. تعال نجرب كده. هنا 14 و4 هنا 0، صح كده؟ عايز يبقى 18، عايز تحت يبقى 10. 7 و2 9 يبقى هنا 1، يبقى بوزيتيف 1 بوزيترون مظبوط، فالاجابه لتر ايه. يبقى هو الاتوم دي وده البوزيترون بتاعه، عشان حبايبي هو 10 1 10. هنا اليمين هيبقى 7 2 1 يبقى 10 مظبوط، وفوق 4 و14 يطلعوا 18 وده مظبوط. نمبر 10 بيقول كده راديو اكتيف element X has half life time 4 days. ماشي. and another radioactive element 2 days. معانا 2 ماشي. 1 4 ايام 1 2. if a sample of each element starts with the same mass. ماشي. الاتنين هيبتدوا بنفس الرقم. قال لي كده after 8 days بعد 8 ايام الريشيو بتاعت الاليمنتس او the remaining mass of x to y هتبقى كام؟ طب بصوا حبيبي كده، هو الاولاني خلي بالك التي هاف بتاعته كده قال لي الهاف لايف تايم ب4 دايز. التاني قال لي الهاف لايف تايم بتاعته 2 دايز. جميل. قال لي هما هيقعدوا نفس الايه يعني هو بادئين بنفس الماس، وهنشوف بعد 8 ايام ايه اللي هيحصل لهم. طب تعالى كده، هو التوتال تايم ب8. احنا اتفقنا بنعمل ايه؟ بنقسم الكبير على الصغير. يبقى البيريود هتساوي ادم تلاقي زمنين 2 تايمز الكبير على الصغير على طول. ريح دماغي او اشتغل عامل بالقانون اهو، ان عندنا التي هاف بتساوي التي توتال على النمبر اوف بيريودز. فلو انت عايز بقى البيريود دي يبقى ده على ده. طيب يبقى عندنا حبايبي هنا هيبقى 8 على 4 فيها الاثنين، يبقى ده هيتكسر على كام مره؟ على مرتين. يا عم افرض ان هو بادئ ب 20 يبقى 10 5. طيب هنا بقى نفس الكلام، التي هنا 8 هيبقى 8 على 2 فيها كام يا حبايبي؟ هيبقى فيها الاربعه، هنقسم ده على ده يبقى 20. هو 4 طبعا 4 مرات، ادي 1 2 3 4 10 5 2.5 1 وربع. كل مرة بنعمل divided 2. ماشي يا جماعة؟ جميل. اللي عايز الريشيو ما بين الريميننج بتاعة الأولاني والتاني. حلو الكلام؟ يعني يلا اشتغل. هنعمل ريشيو ما بينهم ازاي؟ هنا طبعا نمسح دي كده، الحتة الصغيرة دي كده عشان نعمل ريشيو. بص يا رجالة،
هي ريشيو هنا 5 ل1 وربع. هنقسم عشان نجيب الريشيو، نعمل ديفايد ذا سمولست 1 اهو. طبعا هنا فيها 1 مش محتاجة حاجة. هنا بقى انزل تحت انزل تحت. حضرتك 5 ديفايد 1.25 فيها الأربعة. جميل، يبقى 4 ل1. حلو الكلام. مش ده الأربع أيام الأولاني؟ إكس ب5. هي برضو هنا الريشيو عايزة تعمل إيه؟ تتعكس. الأولاني 4 أيام يبقى مرتين بس، ده بعد ده يومين فيبقى أقل بكتير الواي. فكده في هنا برضو معكوس، هي 4 ل1 مش 1 ل4. صلحها برضو يا جماعة معلش. وماله التقييم ده عامل كده ليه؟ احنا يا جماعة ماشيين، ده احنا كده لحد دلوقتي حوالي بتاع غلطتين لحد دلوقتي، وانا الحمد لله ماشيين ستيبس ار مظبوط، ما فيهاش اي حاجة خالص بالنسبة لنا. ده 4 ايام وده يومين، و8 على 4 فيها الاتنين، و8 على 2 فيها الأربعة مظبوط. هنا يطلع 1 وربع، وهنا يطلع تمام. ده كده مظبوط. انا جاوب حد يا جماعة. الإجابة سي، بس لازم تتعكس تبقى 4 ل1 مش 1 ل4. بصوا نشوف الحاجات دي برضو خطوات. The emission of alpha particle from nucleus. الألفا اللي هي الحبايبي الهيليوم nucleus دي. From a radioactive element decreases the atomic number by 2 والmass number by 4. قالوا because it is like helium nucleus which has 2 protons و 2 neutrons النيوكليونز. وبالمره زودها له بقى كده، والنيوكليونز is 4. طبعا النيوكليونز يا جماعه الرقم اللي فوق ده. طيب معايا 2 راديو اكتيف elements A and B after 12 days. ده حاجتين ماشي. after 12 days the remaining mass of A 1/8 of its original mass, while the remaining mass of B after the same period of time 1/64. حلو الكلام. What is the ratio of half lifetime ال A لل B؟ طيب تعالوا كده نحاول كده بسم الله كده. خلي بالك هو كان، ولا اجيب صفحة بيضاء احسن؟ هو كانوا 12 days، هنقضي ان شاء الله هنا. بص معايا كده. since ان ادانا fraction، تقول لما اديك fraction ابتدي ب1 على طول. تبقى كام يا جماعة؟ ب1. يبقى 1 هتبقى 1/2 divide 2 على طول 1/4. بس الازرق الرقم بتاعه كامله كتير اوي 7. ماشي اهو 1 دي هاف، هنا 1/4، هنا 1/8. طبعا داخل ده الواي، وده الايه، ده الايه، داخل ده البي، وهنا الايه هنا. طب كمل ده يا جماعه. ده 1/16، 1/32، 1/64. انت بقى شغال يا باشا ديفايد 2 ديفايد 2 ديفايد 2. هنا نفس الكلام، هيبقى 1، هيبقى هاف، هيبقى 1/4، هيبقى 1/8 بس. ممكن نعمل حركة حلوة كده. لا مش دي، انت لا عايزين نعمل ايه باك. يلا يا عم بس قبينا بس. طيب ده حضرتك كده انت عندك كام بيريد هنا؟ 1 2 3، دول 3 بيريدز. ادي هنا ب3، هنا 1 2 3 4 5 6، البيريدز الضعف 6. جميل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي يا حبايبي؟
هتقسم طبعا. هو بيقول لي كده التوتال تايم كان 12 دايز. حلو الكلام. يبقى تعال بص كده يا حبايبي عشان احس ايه ورقه ابيض انضف. انا دلوقتي حبايبي معايا برضه نخلينا ايه نحد شويه مع element A و element B. الاليمنت الاولاني حبايبي بقى 1 over 8. يبقى تعالى بقى ادم قلنا فراكشن ابتدي بواحد يبقى 1 over 2 1 over 4 بقى 1 over 8 كل مره divided 2. الاليمنت التاني طبعا هو 1 over 64 يبقى لازم تبتدي ب 1 يبقى 1 over 2 1 over 4 over 8 16 32 64. فطبعا ده اتكسر يا حبيبي هنا ادي 1 2 3 يبقى دي ب3. هنا 1 2 3 4 5 6 دي ب6. طيب التي توتال كانت ب 12 والتي توتال هنا ب 12. طبعا يا حبايبي القانون بتاعنا تي هاف هيساوي 12 على 3 والتي هاف هنا هتساوي 12 على 6. لما اعمل ايش ما بينهم بقى 4 ل2 تبقى 2 لكام يا حبايبي؟ ريشيو 2 ل1. يبقى الهاف لايف تايم طبعا دي هتبقى بالدايز ودي دايز برضه يبقى 2 ل1. يبقى ريشيو حبايبي ريشيو 2 ايه 2 إلى 1. طيب معايا element هنا الراديوم 22688 طبعا لوست الفا 226 يبقى 222 دي بقى 222. حلو الكلام عشان نقص 4 فوق. تحت يبقى 86 عشان هي ناقص 2. جميل. Which of the following represents y and the change in the number of neutrons. بص يا باشا اولا 222 86 مظبوط فالاجابه لتر A و B. طيب هو الفا. الالفا حبيبي بتعمل الفا بتقلل البروتون والنيوترون باي 2. بس بص يا حبيبي الالفا عباره عن ايه؟ هي 4 2 ده البروتون ماشي 4 minus 2 ب 2 ده النيوترون. اتعلمها مني كده عشان ما تحفظهاش. انا مش لو حفظتها هنساها. بص معايا كده دي كام 2 يبقى اللي تحت هينقص 2 وده هينقص 2 هينقص 2 نيوترون و2 بروتون. يبقى الاليمنت دوت ناقص 2 نيوترون و2 بروتون. حلو الكلام. طيب هسألك سؤال تاني. طيب تعالى مثلا هو لوست الفا لوست مثلا ايه بيتا. يعني ايه لوست بيتا؟ هنبص مع بعض. حضرتك المفروض 0 ماينس 1 هيبقى بكام؟ هيبقى ب1. ده معناه يا شباب بقى معناه كده بص انت يعني هنا ده 1 يبقى ده النيوترون. خلي بالك ده نيوترون وده اعتبره الايه البروتون او التشارج يعني اللي هي التشارج عموما يعني. فحضرتك ده يعمل ايه بقى؟ هنا 1 يبقى ده decrease by 1 يبقى النيوترون هتقل ب1. طب ده نيجاتيف اعكس ارقام. نيجاتيف يعني increases by 1. خلاص كده. هات واحد تاني عشان تفهم اكتر. البوزيترون اللي هو 0 بوزيتيف 1 عايزين نيوترون. بجيب النيوترون ازاي؟ بنعمل اللي فوق ماينس بتاع 0 ماينس 1 هيبقى نيجاتيف 1. ده معناه ايه بقى؟ معناه بص يا حبيبي كده النيوترون increases by 1. ما هنا رجاله عشان نيجاتيف يبقى زاد بوزيتيف يبقى قل. حلو الكلام. كلام جميل. طيب يبقى هنا شباب عندنا هنا which of the following when emitted from the nucleus of a radioactive element. خلاص احنا قلنا الاجابه. معلش انا اسف ان انا كنت دخلت اللي بعديها. دي غلط ولا دي صح؟ لا بي صح. يبقى الاجابه لتر بي. Which of the following particles when emitted from the nucleus of a radioactive element results in a decrease 1 proton and increase 1 neutron. لسه عاملينها ورا. طبعا الالفا دي بره. الالفا دي بتقلل 2 و2. حلو الكلام. طيب وعايز مين بقى؟ قال لك decreases 1 بروتون تقل 1 والنيوترون تزيد 1. تعال نجرب. طبعا الجاما دي اوت برضه ولا بتزود ولا بتقل. تعال نجرب نيجاترون كده اللي هو 0 نيجاتيف 1. حلو الكلام. فحضرتك اللي هيحصل 0 ماينس 1 ب 1. قلنا 1 يبقى النيوترون decreases by 1
ودي نيجاتيف يعني increases 1. هو عايز ايه؟ انا عايز ده ايه؟ ده اللي يقل مش يزيد، يبقى دي غلط. اجرب مين؟ البوزيترون. بص معايا البوزيترون اهو 0 بوزيتيف 1. هتيجي النيوترون ازاي؟ الفوق ماينس اللي تحت يبقى نيجاتيف 1. ده معناه النيوترون increases 1. دي بوزيتيف معناها decreases 1. كان زي لوست وجين. والله حلوه، كان زي لوست وجين بالظبط عشان ما تنساش. كده النيوترون يزيد 1 يبقى اذا دي بوزيترون. طيب بيقول لي the emission of gamma particles doesn't affect the atomic or mass number of the nucleus of a radioactive element. وليه الجاما ريز لا بتزود ولا بتنقص؟ قال لي دي just because it is just photons. دي عبارة عن photons which doesn't have mass or charge. لا عندها لا ماس لا اتوميك ماس ولا تشارج للبروتونز يعني. طيب بيقول لي كده راديو اكتيف سامبل ايه الهاف لايف تايم بتاعتها 2 اورز، وانذر راديو اكتيف اليمنت برضو ماشي عنده 4 اورز. الاولاني 2 اورز والثاني 4 اورز. if sample A starts with 10 جرام و B starts with 20, how many grams grams of each sample remain after 8 hours؟ اقسم يا عم اهو. لو ان هي 2 hours يبقى يلا خليها كده. ادي الاي وادي البي. نمسك الايه الاول. هقول كده الهاف لايف تايم 2 والماس 10. حلو الكلام ولا دي كام؟ قال لي دي ستارت وذ ماس 10، الاي ستارت وذ 10 ماشي، ودي ستارت وذ 20 جرام. جميل. قال لي التايم 8 اورز. حلو الكلام. هنا 2 اورز وهنا 8 اورز في الاولانيه، يبقى 8 ديفايدد 2 كام؟ 4. يبقى ده حبايبي هيتكسر 4 مرات. 1 2 3 4 يبقى 5 يبقى 2 ونص 1 وربع. حلو الكلام. 1 وربع نصها كام؟ 0.75 لا 0.65 62 في حاجه زي كده. لا كالكليتر بقى عشان نريح دماغنا. يبقى 1.25 على الاثنين 0.625 ماشي. تاني 20 بيقول كده خلي بالك هو كده 8 اورز والهاف لايف تايم بتاعته كام؟ 4. 8 على 4 فيها الاثنين يبقى 1 2 يبقى 10 5. السؤال ايه بقى؟ how many grams each؟ هنا حبايبي 0.625 وهنا يبقى كام؟ 5 جرامز. يبقى تاني بقول حبايبي بسرعه كده معايا element الاولاني 10 جرام والelement التاني عنده 20 جرام اهم، ده 20 والاولاني 10. قال لي بعد 8 ساعات هو الاولاني الهاف لايف تايم بتاعته 2 فنقسم 8 على 2 فيها ال4 يبقى هيتكسر 4 مرات. ادي 1 2 3 4. التاني الهاف لايف تايم بتاعته 4 فنقسم 8 على 4 فيها الاثنين يبقى مرتين. طيب ده كسر 4 مرات هيبقى divided 2 divided 2 divided 2 يبقى 5 2 ونص 1 0.625. هنا هيبقى الريميند هيبقى كام؟ هنا 5 جرامز وهنا 0.625 جرامز. طيب هنا معايا سؤال يا شباب بيقول لي كده choose the correct answer if you know that the nucleus of a radioactive element X has decayed into magnesium. مع element X اتحول للمغنيسيوم 24 12 ماشي. هتحول يطلع حاجه معاه. ده decreased as a result of decrease of 1 proton and increase of 1 neutron. يعني حضرتك اللي حاصل اللي تحت ده البروتون زاد 1. البروتون زاد كام؟
طب تعال نجرب كده. ما انت بص هقول لك على حاجه، تشوف الايه مين هيطلع لك الحاجه اللي هي المظبوطه. طيب هو قال لي كده ان هو الاليمنت ده كان رقم في اقل واحد. يعني ايه اقل واحد؟ يبقى ده 13. هو البروتون قال كام؟ 1. يبقى 13 ناقص 12 1. ايه ده؟ مش ده البوزيترون؟ قلت له قال لي اهو. وقال لي كده، طب هل حاجه حصلت في الماس نمبر؟ قال لك لا. طيب اذا حبايبي كده زي ما انت شايف، يبقى هنا وكمان قال لي ايه؟ والنيوترون، النيوترون مالها زاد ولا قلت؟ قال لي النيوترون زاد 1. يعني هنا حضرتك نجرب مثلا في البوزيترون، اذا هي اجابه واحده بس الموجوده ايه؟ اللي هو 24. حتى زاد تاكيد. 24 ناقص 13 كام؟ فيها 11. 11 يبقى 11 نيوترون. هنا تلاقي 12 نيوترون. يبقى النيوترون زادت 1. يبقى احنا مظبوطين في الاجابه اللي ايه. طيب بيقول لي كده particle X was emitted from nucleus X طلعت decrease as a result of decrease one of the neutrons وincrease one of the protons. اذا يبقى ده النيجاترون. ما هو هنا فوق، هنا لسه هنا فوق قل بروتون، حلو الكلام، وزاد نيوترون. هنا بقى العكس، تمام. قال لي هنا ديكريز، قال كده ديكريز نيوترون، النيوترون قل والبروتون ايه؟ زاد. Which of the following describe particle X and the change in the number of nucleons. النيوكليونز هيحصل لها ايه؟ طيب هي بوزيترون ولا نيجاترون؟ احنا قلنا حبايبي يعني تخيل مثلا يعني معانا element X اهو، جميل. طلع لي هنا مثلا كان اهو، فاكر الكربون 14 6 ده؟ لما طلع لي اللي هو النيجاترون طلع ساعتها النيتروجين 7 وهنا كانت 14. ده مثال مثلا. فتلاحظت كده، انا لاحظت ان البروتون زادت باي 1 وقال لي بروتون زيد 1. جميل، حلو الكلام. وطبعا نيوترون هتقل كام؟ ادم بروتون زاد 1 نيوترون بتقل كام؟ بتقل 1. يبقى ده النيجاترون. يبقى اذا الاجابه الاولى والثانيه غلط. طيب الماس نمبر بقى هنا 14 بقى 14 زاد ولا قل؟ قال من كونستانت يبقى ان تشينج. يبقى الاجابه لتر سي، دي تبقى غلط. الموديل الاخير state the scientific reason. بيقول لي كده then when neutron is emitted from nucleus of a radioactive element its atomic number increases by 1 while mass number remain constant. لا تعكس تاني. لما لوز نيوترون، يعني تخيل مثلا، تخيل هيطلع نيوترون، يعني هو بروتون اهو يتحول لنيوترون اهو. ايه الحاجه اللي تطلع هنا بقى معانا هنا؟ بص الماس نمبر هنا 0 1 يبقى بوزيترون. فكده when a neutron emitted from nucleus of a radioactive element its atomic number، الاتوميك نمبر هنا هيزيد باي 1. لا قلنا هنقص 1. يعني تخيل مثلا لو انا معايا عكسنا النيتروجين ادي 14 وادي 7 مثلا. هنحاول نألف حاجه كده، نحاول ان احنا ايه، ان احنا نعكسها. للكربون مثلا هنا مثلا هوات اليمنت طلع مثلا نيوترون 1 0 مثلا. ايه اللي ممكن يحصل معانا هنا في اي اليمنت اكس؟ هنا زي ما انت شايف كده 7 لوست 1 هيبقى هنا هيبقى كام؟ هيبقى 7. الرقم مش هيتغير، الرقم ماله مش هيتغير. هنا كان 1 بقى 1. طيب هنا 14 ماينس 1 الرقم اللي فوق هيقل 1 مثلا. جميل. لما يقل 1 بص النيوترون يحصل لها نيوترون 14 ماينس 7 7 30 ماينس 7 يبقى 6. فالنيوترون هتقل بواحد والماس نمبر هيقل. يبقى الماس نمبر كونستانت غلط، هو قصده على حاجه فيها 0. حلو الكلام.
يبقى كده في غلطة في السؤال ده، سؤال غلط، يسألها غلط السؤال للأسف، حاجة غلط. طيب ممكن نظبطها، هي تبقى غلطة عنده في ايه بقى؟ هو الاتوميك نمبر يزيد 1 يبقى ده النيجاترون، دي نيجاترون مش نيوترون، يعني يا جماعة تصليحها نيجاترون اللي هي الاي 0 نيجاتيف 1. طبعا اتفقنا يا حبايبي ان النيجاتيف 1 ده هتزود البروتون 1، وطبعا هيبقى الباشا ده هيقل 1. يبقى تصليحها يا جماعة، يبقى اذا السؤال ده غلط. ده عندي تالت غلطة في التقييمات دي حاجة غريبة قوي. ماشي، طب انا مش عارف والله اعمل ايه، بس هو السؤال ده غلط، فانا هصلحه من عندي. هخلي اول واحده النيجاترون، واكيدوا على المدرسين بتوعكم في المدرسه على الغلطات دي يا جماعه، عشان ما احاسبكم عليها، بالذات هنا ده في التقييم ده هتحاسبوا عليه موديل. قولوا مستر السؤال ده غلط، عشان لو مش واخد باله منه قولوا دي خليها نيجاترون عشان المساله تمشي صح. فطبعا يا حبايبي بيقول لي كده، لو لوست هنا النيجاترون ايميتد نيجاترون، الماس نمبر سوري البروتون بتزيد 1 والماس نمبر كونستانت، هقول because it's like electron, it is like electron which has no mass، ما عندوش ماس عشان الماس ما اتغيرش، and has negative 1 charge، عنده تشارج نيجاتيف 1. طبعا يا جماعه دي حبايبي مع تصحيح كلمه نيوترون نخليها نيجاترون. وانا برضو هبعت للدكتور سامح ان شاء الله على الايه، على الغلطه دي كده، بس تلاقي بس مع السرعه والكتابه التايبست عمل حاجه غلط. طيب two radioactive isotopes A and B starting with samples of each having the same initial mass. ماشي، طيب A and B دول عندهم the same mass، حلو الكلام. After 12 days it was found that the remaining mass of A 8 times ال B. خلي بالك التوتال تايم 12. If you know that the half-life time of A is 4 days. يبقى انا حبايبي هكتب بس ارقام كده على جنب، دي 12 days دي التوتال، ومين كان التايم 8 تايمز ال A 8 تايمز ال B. ماشي، وال A الهاف لايف تايم بتاعته 4 days. ايه الهاف لايف تايم اوف B؟ يلا بنروح على صفحة جديدة. بص حبايبي، هنعمل كده A و B. هو قال لي التوتال تايم 12 ايه 12 دايز ولا مش عارف 12 اورز، مش هتفرق يعني 12 دايز عم اظن هنا دايز 12 دايز. هو بيقول الاولاني وزنه 8 اضعاف الايه التاني، تخليه 8 وخلي دي 1. ايه رايك؟ طيب قال لي ملحوظه ان التي هاف هنا كام؟ 4 صح؟ 4 دايز. هنعمل احنا اتفقنا يا جماعه، هنجيب البيريدز بتاعتي بتساوي التوتال تايم اللي هي 12 على 4 فيها كام؟ 3. يبقى الباشا ده هيتكسر كام مره؟ اتكسر 3 صح ولا لا؟ او 3 مرات. 8 كانت 16 كانت 32 كانت 64. بص يا جماعه، وانت رايح ديفايدد 2 وانت راجع باي 2، دي انا عامل طريقه عشان اسهلها لك خالص. طيب وقال لك ان الاثنين عندهم نفس يبقى ده كان اصله 64، يبقى اتكسر كام مره؟ ادي 1 هيبقى 32. ونصغر خطنا شويه 16 8 4 2 1 صح ولا لا؟ اهو 64 32 16 8 4 2 1. كم مره دول؟ ادي 1 2 3 4 5 6. الدي ب6. عندنا حبايبي طبعا التي هاف بتساوي التوتال تايم
على number of periods. 16 على الاثنين على 6 فيها كام؟ يبقى تي هاف بتساوي التي 2 2 days. صح ولا يا رجاله؟ جميل. يبقى 2 days. ارجع ورا. days. اللي choose the correct answer. Suppose you know that the nucleus of an unknown radioactive element X has decayed into nitrogen 14 accompanied by increase of 1 proton decrease 1 neutron. يعني هو حبايبي ده تحول لي 14 7 والبروتون زاد 1 يبقى دي نيجاتيف 1. ده البوزيترون. سوري يا جماعه النيجاترون بيزود البروتون 1 يبقى ده كان اصله كام؟ ده كان الكربون اصلا واخدينها اصلا 14 6. طبعا النيجاترون فالاجابه لتر مين؟ لتر بي. طيب اخر سؤال في التقييمات. A particle Z was emitted from one of the nuclei resulting in a decrease 2 protons وديكريز 2 نيوتن. طبعا اللي بيقلل 2 بروتون نيوتن دي الفا. حلو الكلام. طب النيوكليون، ما هي الالفا حبايبي 4 2 فبيتغير الماس نمبر للنيوكليون باي 4. باي كام يا جماعه؟ باي 4. يبقى اذا حبايبي الاجابه لتر بي. كده الحمد لله رب العالمين خلصنا تقييمات الاسبوع 12 على خير. ان شاء الله باذن الله كده اظن في تقييم كمان. احنا ما اتكلمش على الفيشن والفيوجن فممكن نعمل ليها تقييم كمان. تمام. في غلطه يا جماعه في موديل سي ولا كانت بي مش فاكر. موديل سي في غلطه. اتاكدوا على المدرسين بتوعكم ان في غلطه في الموديل ده عشان ياخدوا بالهم منها. واظن غلطتين التانيين كانوا في الاسئله اللي هي الايه الاداه نفسها. فاهم حاجه موديل سي كان في غلطه. اول غلطه اللي هي النيجاترون صلحوها بدل نيوترون نيجاترون. اكد عليها باكد. شوفوا ان شاء الله في تقييم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.